السلام عليكم. ملعب طنجة يصبح أخيرا ملعبا بمواصفات عالمية بعد توسعته. إليكم التفاصيل. ينتظر أن تنتهي خلال أشهر قليلة الأشغال الكبرى لمشروع توسعة ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة ليصبح ملعبا بمواصفات عالمية. وتقدمت أشغال التوسعة بشكل كبير بإشراف شخص من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ليصبح الملعب في شكله النهائي بطاقة استيعابية سترتفع من 45 ألف متفرج إلى 65 ألف متفرج. كما سيعطي الشكل الجديد لملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة رونقا إضافيا، حيث سيكون بمدرجات كاملة في شكله الدائري. وانطلقت أشغال التأهيل والتوسعة قبل عام فقط لتتقدم بشكل سريع، رغم إكراه عدة لتتعلق بالخرسانة والشكل القديم للجانبين المراد توسيعهما. وكان كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضية شكيب بن موسى ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، فقد اطلع بارس الماضي على تقدم أشغال مشروع توسعة الملعب الكبير لطنجة والرامي لإنشاء مدرجات جديدة سترفع من طاقته الاستيعابية بأزيد من 20 ألف مقعد، والمسبح الأولمبي وحلبة الكرة الحديدية ومركب كرة المضرب، والتي ستتمكن المئات من الأطفال والفتيات والشباب على الخصوص من ممارسة الرياضة على أعلى مستوى، وكذا احتضان منافسات ودوريات وطنية وقارية وعالمية. وبكده انتهينا من الخبر. فضلا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.